الحصاد 1 صباحا بتوقيت القاهرة. أهلا بكم. تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. أحداث أمس الثلاثاء نتابعها معكم في هذا الحصاد وإلى تفاصيلها. انطلقت في أماكن متفرقة من مصر مسيرات ومظاهرات سلمية تطالب بإصلاحات سياسية. في القاهرة تجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين أمام دار القضاء العالي ومنطقة مصر القديمة، كما انطلقت مسيرات أخرى في مناطق بالجيزة، حيث تجمع المئات في حي المهندسين. وقد كثفت قوات الأمن وجودها في الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك لضمان عدم حدوث أي خروقات أو انتهاك للقانون. نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وحركة من حقنا وقفة أمام دار القضاء العالي ضمن المشاركة في المسيرة التي دعت إليها الحركات السياسية. بدأت المسيرة السلمية من شارع جامعة الدول العربية مرورا بكوبري السادس من أكتوبر الذي شهد زحاما شديدا وتكدسا مروريا، مما اضطر الأجهزة الأمنية لفرض كردون أمني لتحديد المسيرة وتسيير الطريق. ثم توجهت المسيرة بعد ذلك إلى منطقة الدقي ثم كوبري قصر النيل ومنه إلى ميدان التحرير في اتجاه إلى دوران شبرا في سياق متصل. نظم البعض مسيرة أمام دار الحكمة بشارع القصر العيني ومسيرة أخرى أمام سور مجرى العيون. مدينة الإسكندرية شهدت هي الأخرى مسيرات حاشدة في أحياء المنشية وبكوس وسيدي بشر وبوقير والعصفرة وغيرها من المناطق، مطالبين بزيادة الأجور وتوفير المزيد من فرص العمل. أعلن مصدر أمني أنه بصدد ما تم التنويه عليه من أعمال شغب وتعد على عناصر الشرطة من المتجمهرين بالمنطقة المتاخمة لميدان التحرير وشارع قصر العيني، فقد استشهد المجند أحمد عزيز من قوات الأمن المركزي متأثرا بإصابة في الرأس نتيجة قذفه بالحجارة، هذا بالإضافة إلى إصابة 36 من أفراد الشرطة بإصابات مختلفة. وأكد المصدر الأمني في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أكد أن وزارة الداخلية تؤكد مرة أخرى على ضرورة فض هذه التجمعات وتحذر من استمرارها. شهدت محافظة السويس أحداثا مؤسفة، حيث أصيب نائب مدير أمن المحافظة و3 ضباط و13 مجندا بإصابات مختلفة إثر قيام بعض المتجمعين بالتعدي عليهم بالحجارة، وقد تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. كما أصيب 40 مواطنا بحالات اختناق بسيطة إثر إطلاق قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وصرفهم مباشرة. صرح مصدر أمني أنه تم السماح للمواطنين بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والتي تركزت بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية، بينما شهدت بعض المحافظات الأخرى تجمعات محدودة تراوحت بين 100 إلى 1000 شخص، وذلك في إطار إتاحة الفرصة لوقفات احتجاجية للتعبير عن مطالب سياسية أو فئوية طوال الفترات السابقة، هذا توافقا مع المسار الديمقراطي وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي. يأتي ذلك بينما صرح مصدر أمني بأنه لا صحة لما تناولته بعض المصادر الإعلامية بالقبض على مجموعة من الفتيات المشاركات في الوقفات الاحتجاجية. كان وزير الداخلية حبيب العدلي أكد في تصريحات للتلفزيون المصري أن الشرطة ستحمي أي تجمعات تلتزم بالتعبير عن الرأي فقط، مشددا في الوقت نفسه على أن الأمن قادر على ردع أي خروج أو مساس بأمن الوطن. تجمع المئات من مواطني محافظة الدقهلية بينهم نشطاء وسياسيون وأعضاء حركات ومواطنون في ميدان مشعل بمدينة المنصورة، وطافت المسيرة أرجاء المدينة ورفعوا لافتات طالبوا فيها بتطبيق حد أدنى للأجور. في الشرقية نظم الآلاف من المواطنين والمنتمين للحركات السياسية المختلفة تظاهرة بميدان عرابي في مدينة الزقازيق، حيث تجمع الشباب والشيوخ والنساء أمام محطة السكك الحديدية بالمدينة، ولم تقم قوات الأمن بمنع المتظاهرين أو التعرض لهم. تظاهر أيضا المئات من المواطنين بشارع بورسعيد في محافظة كفر الشيخ مرددين شعارات متعددة يطالبون فيها بمحاربة البطالة والفقر. ومن جهة أخرى استؤنفت المسيرات دون اعتراض من قبل الأجهزة الأمنية التي تركت المتظاهرين يرددون الشعارات دون تدخل منهم.
أما في مدينة المحلة الكبرى فتجمع عدد كبير من المواطنين بأحد الميادين الرئيسية مطالبين بتوفير مزيد من فرص العمل، ولم تشهد المسيرة أي مظاهر عنف أو خروج عن النطاق التي حددت له في ظل انتشار أمني مكثف لحماية المواطنين والممتلكات العامة. تظاهر نحو 300 شاب من مختلف القوى السياسية بميدان المحطة بمدينة أسوان رافعين لافتات تندد بالفساد والبطالة. من جانبها تعاملت قوات الأمن مع المتظاهرين بشكل سلمي وركزت على ضرورة تسيير المسيرة بما يراعي أمن المواطنين. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي إن المظاهرات التي تشهدها مصر في الوقت الراهن ليست ظاهرة جديدة، وأضاف في تصريح خاص أدلى به لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن جميع المشاركين في المظاهرات التي خرجت للشوارع يحظون بحماية الشرطة ولا يتم إطلاق النار عليهم. وأشار إلى أن المتظاهرين في مصر مثل أي دولة أخرى في العالم لديهم الحق في أن يعبروا عن وجهات نظرهم وأن يتظاهروا ضد ما يرغبون في التظاهر ضده.